السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ أخوكم محمد سعد. ان شاء الله معانا النهارده موضوع بسيط جدا عن الفرخ. الناس بالذات اللي بتفرخ في أوضة، عايز تفرخ حمام كتير والدنيا تبقى حلوة معاك، اعمل 3 حاجات. 3 حاجات دول لو عملتهم مش هتلاقي على الزغاليل. أول حاجة التهوية، ما تبقاش تهوية مباشر بحري، يعني حاول تكسرها بحاجة وتخلي الهواء داخل خارج وبيتغير بس كويس، ويبقى فيه مدخل شمس. تالت حاجة بقى والأهم الكلفة والنظافة. 3 حاجات دول لو عملتهم يا صاحبي مش هتلاحق على الحمام. هتفرخ زغاليل وهتفرخ كمية زغاليل كبيرة جدا من الصغيرة. نرجع نقولهم تاني: كلفة ونظافة، دول من أساسي العناصر. شمس، تبقى داخله لهم شمس كويسة. العنصر الأخير التهوية، طول ما التهوية كويسة مش داخل لهم هواء بحري يبهدلهم، دايما هتفرغ زغلول كويس، يبقى الهواء بيتجدد أول بأول. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معانا، ولو عجبك الفيديو اتفرج على فيديوهاتنا التانية، وما تنساش تعمل اشتراك، واستنونا في كل جديد.